بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله معاكم في فيديو جديد. النهاردة طبعا الفيديو مختلف جدا عن الفيديوهات اللي قبل كده. يعني قبل كده كنا بنعمل مع بعض طبخ وكده، فأنا حبيت أغير كده من الروتين اليومي والطبيخ والحاجات دي. قلت نشوف مع بعض كده فيديو جديد وحاجة كده يعني تكون خفيفة كده وسهلة إن شاء الله. قبل ما ندخل في الفيديو أحب أعرفكم بنفسي. أنا رحمة من قناة أسرار الطبخ مع رحمة. اللي أول مرة يشوف قناتي وأول مرة يشترك عندي، ياريت تتابعوا فيديوهاتي وتشتركوا عندي في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. يلا قبل ما ندخل في الفيديو كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونبدأ نشوف عملنا ايه النهاردة والفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. الفيديو بتاعنا قبل ما نبدأ فيه هو فيديو سهل جدا وخفيف يعني إعادة تدوير لحاجة ممكن تكوني كل يوم بتستخدميها أو بتجيبيها كل يوم. وكمان مش بتعرفي إنك تحتاجيها في أي حاجة وبتسيبيها. لا، ممكن نعمل لها إعادة تدوير وتطلع معانا خدادية جميلة زي ما انتوا شايفين كده. للأنتريه بقى، للصالون، لأي حاجة عندك حلوة جدا. طبعا عندنا شنط من دي كتير جدا بنشتري فيها حاجات او بنشتري فيها ملابس او كده، وبتفضل عندنا. طبعا احنا مش بنستخدمها لان احنا اكيد هنشتري فيها حاجة مرة واتنين وبعد كده يعني هناخدها وهنرميها او هنشيلها، مش هنعمل بيها اي حاجة. طيب النهاردة بقى هنعمل خداديات جميلة بالحاجات اللي انا قلتلكوا عليها، او بشنطة الشنطة بتاعة الملابس دي اللي احنا مش هنحتاج نعمل فيها اي حاجة. ممكن تشتري فيها الملابس وتجيبيها تشيليها تاني. طيب طبعا عندنا شوية فايبر كده من اللعبة بتاعت ولادنا مرمية من عندنا برضو. خدادية كده مش هنعمل بيها حاجة. شايفين الكيسة دي او الشنطة بتاعت الملابس دي اللي هنعمل منها الخدادية النهاردة. فكرة جميلة جدا. تابعوا معايا الفيديو هتشوفوه ان شاء الله وتنفذوه، وحلو جدا. اعادة تدوير اللي هي للشنط بتاعت الملابس. انا لقيت الخامة بتاعتها حلوة جدا، تنفع بطانة لتكاية او تنفع بطانة لخدادية صغيرة. هتبقى حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديو. دلوقتي انا اخدت الفايبر كده من اللعب القديمة، او من حاجات مهملة عندك، او من تكاية قديمة انت طبعا اتبهدلت جدا طبعا من الغسيل وكده. هنبدأ ان شاء الله بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا بعد ما نضفت كده الفايبر وبدأت اطلعه كده من بعضه علشان خاطر يبقى معانا كده هش كده وحلو، ما يبقاش كتل كده من الغسيل. لا، انا نضفته خالص وبدأت اعمله كده بايديا لحد ما بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبدأ اعبي الشنطة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين اهي. هبدأ أدخل كده كل الفايبر في الأركان من تحت الأول. وبعد كده هكمل بقى تعبية التكاية بتاعتنا، وهوريكم شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي ان شاء الله، بس بعد ما ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حطوا لايك للفيديو ونكمل بقى الفيديو بتاعنا. طبعا بعد ما خلصت كل الفايبر اللي عندي، شايفين بضغط عليه بايديا كده شوية لحد ما يبقى الخدادية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. جميلة طبعا وهشة وحلوة، مش تقيلة ولا حاجة. في قلب الشنطة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده انا هاخد الشنطة دي وهبدأ اقفل بخيط كده. عندي طبعا الخيط بتاعي والإبرة. هبدأ اقفلها واوريها لكم بقى وهي بتتقفل، او بعد ما اقفلها هتشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. فكرة جميلة جدا، نفذيها. عندنا شنط كتير قوي من دي مش بنستخدمها في اي حاجة. ممكن تعمليها كده خداديات كتير قوي بدل ما تشتريها من بره. كده خلاص زي ما انتوا شايفين انا خلاص قفلت كل الخدادية زي ما انتوا شايفين. شايفين الخامة بتاعت الشنطة حلوة قوي بجد، عجبتني. ناعمة جدا وجامدة وحلوة، وكمان مقفلة من 3 جوانب. مفيش اي حاجة هتقفليها غير انك هتحط الفايبر او القطن، وبعد كده هتقفليها من الجنب الفوق اللي فيه الايد بتاعت الشنطة ده. هتدخلي الايدين جوه وتقفلي عادي خالص، يعني من غير ما تقطعي او تعملي اي حاجة. سهلة جدا زي ما انتوا شايفين.
انا دخلت الطرف ده وده بالايد بتاعه الشنطه، وبعد كده بدات اقفل او اخيط كل الجانب اللي كان مفتوح بالخيط كده زي ما انتوا شايفين. فكرة سهلة وحلوة قوي، ولقيتها فكرة عملية جدا وشكلها حلو، وادتني شكل جميل جدا بصراحة. وكمان لو عندك اي حاجة برضو شكلها حلو ممكن تعمليها بقى. الكيسة بتاعت الخدادية دي دي بتفضل البطانة. بعد كده بتبقى بقى بتغيري بقى الاشكال اللي فوق بقى، حاجة بتبرق كده شكلها حلو، عندك تكاية شكلها حلو برضو تكوني برضو مستغنية عنها، تحطيها كده على على الكنب، بيبقى شكلها حلو جدا. انا خلاص قفلت كل الجوانب من فوق زي ما انتوا شايفين التلات جناب كده متقفلين معانا بس كده. ما اخدتش مننا وقت خالص، حطينا فيها الفايبر وحطينا فيها، قفلناها من الجنب اللي فوق بس بقت معانا خدادية شيك كده وجميلة جدا. اكنك لسه شارياها، حلوة جدا. دي البطانة بتاعت التكاية زي ما انتوا شايفين، جميلة وناعمة وهشة وحلوة جدا اهي زي ما انتوا شايفين. ما تشوفيها تقولي لسه شارياها بجد. حلوة قوي قوي، عجبتني الفكرة فقلت انفذها معاكم. بعد كده طبعا انتوا شايفين الجوانب كلها مليانة بالفايبر. انا عملت كذا واحدة بس حبيت اوريكم دي وانا بعملها معاكم. دي كمان واحدة انا عملتها وقفلتها، ودي كمان انا عملتها وقفلتها. طبعا بتلبسيها بس الستان اللي فوق ده ممكن تشتريه رخيص جدا ب20 جنيه ولا حاجة، بس انت عندك الحاجات الاساسية خلاص. بدأت اقفل كده كل الخداديات زي ما انتوا شايفين، ادتني الشكل الحلو ده. طبعا الستان ده بينشري كده، الستان فاضي من غير قطن ولا فايبر ب20 جنيه، وانت خلاص عملت البطانة فمش هتحتاجي اكتر من كده. انا لبستها زي ما انتوا شايفين كده، كيسة نظيفة بس كده. ودي كانت اللي احنا عملناها مع بعض، دي كانت البطانة. وبكده قفلنا كل الحاجات او كل الفايبر وكده. وكمان شكلها حلو ومش باين خالص ان هي يعني متقفلة خياطة او اي حاجة، لان التلات جوانب متخيطين فمش هنحتاج شغل كتير. بس كده شايفين عملنا اعادة تدوير لكل الحاجات دي. شايفين ممكن تجيبي كمان الكسوة او التلبيسة اللي فوق بسوتسة كده تكون سهلة معاكي، تفتحيها بقى وتغسليها وبعد كده تقفليها تاني. الحاجات دي رخيصة جدا يا جماعة، انا ما اشتريتش اي حاجة، انا كان عندي الفايبر عندي في حاجات تانية قديمة. وعندي الستان ده طبعا كنت شاريه عشان رمضان وكده. فخلاص انا عندي كل حاجة يعني. بدأت بقى اعمل الخداديات الجميلة اللي انتوا شفتوها دي، شكلها حلو جدا. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى أن هو يكون خفيف عليكم، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.